بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في اليوم 9 من ذي الحجة يوم عرفة، وهناك أعمال ومستحبات كثيرة. نبدأ بإذن الله أعمال ليلة عرفة. من الأعمال الإحياء. ليلة 9 من ذي الحجة ليلة عرفة يستحب الإنسان أن يحييها بالعبادة، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليلة عرفة يستجاب فيها ما دعا من خير، وللعامل فيها بطاعة الله عز وجل 170 سنة، وهي ليلة المناجاة، وهي يتوب الله على من تاب. من الأعمال المستحبة في ليلة عرفة بالإضافة إلى الأدعية المذكورة في مفاتيح الجنان، هناك أيضا من الأعمال زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. في الرواية عن إمامنا الباقر عليه السلام: من زار ليلة عرفة أرض كربلاء وأقام بها حتى يعيد ثم ينصرف وقاه الله شر تلك السنة. فالأما يوم عرفة، فيوم عرفة يوم اعتراف الإنسان بذنبه، يوم الذي يريد الله أن يتوب على الإنسان، الذي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال وبالتوبة والمغفرة. فالأعمال كثيرة في يوم عرفة. من الأعمال يوم عرفة الغسل، وهو غسل مؤكد ومستحب في يوم عرفة. الغسل يستحب قريب الزوال، قريب أذان الظهر يستحب الإنسان أن يغتسل. من الأعمال الصوم، صوم يوم عرفة يعادل 2000 رقة 2000 رق و2000 بدنة و2000 فرس تحمل عليها في سبيل الله، وكفارة 60 سنة قبلها و60 سنة بعدها، كما في الرواية عن إمامنا الكاظم عليه السلام. ولكن صيام يوم عرفة مستحب، لكن إذا كان يسبب على ضعف الإنسان من أداء الأعمال الثانية كالدعاء، فالدعاء في يوم عرفة مقدم على الصوم. أو إذا كان يوم مشكوك فيه بأنه يوم عرفة أم يوم عيد، فترك الصوم أفضل وينتقل إلى العبادات. من الأعمال أيضا زيارة الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة، فعن إمامنا الصادق عليه السلام يقول: إن من أتى الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة مقبولة و1000 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. وفي رواية أخرى 2000 حجة و2000 عمرة. وعن إمامنا الصادق عليه السلام أيضا يقول: 1000 حجة. من زار الحسين في يوم عرفة 1000 يعني 1,000,000 حجة مع القائم، و1000 عمرة مع رسول الله، وكذلك كأنه تصدق ب1000 نسمة. وهكذا من الروايات الكثيرة في زيارة الحسين في يوم عرفة. وإن الله عز وجل كما في الحديث ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى حجاج بيته في يوم عرفة. هذه رحمة إلهية وميزة قد ميز الله سيد الشهداء بذلك. من الأعمال دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، هذا الدعاء العظيم ذات مفاهيم عظيمة جدا، فهذا من الأعمال المستحبة أن الإنسان يقرأ دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة. كذلك صلاة تحت السماء، عن إمامنا الصادق عليه السلام: من صلى يوم عرفة قبل أن يخرج إلى الدعاء في ذلك اليوم ويكون بارزا تحت السماء، يخرج تحت السماء ويصلي ركعتين ويعترف لله عز وجل بخطاياه، نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز والغفران، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كذلك هناك أدعية كثيرة وأعمال مستحبة في هذا اليوم المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أحياء ليلة عرفة ويوم عرفة
بحق محمد وآل محمد، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.